مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من مشكات التنوير. يا أعزائي، هل بقي الله وحده في القلب؟ السؤال ده سيطر على ذهني وأنا بقرأ مقال مفكر الكبير أستاذنا علي محمد الشرف الحمادي، اللي هنناقش ونحلل بعض محاوره مع بعض الليلة ونرجئ ما تبقى لحلقة قادمة بإذن الله. لما بنقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالسؤال اللي بيفرض نفسه: هل ده ممكن إنه ينطبق علينا إحنا مش على ناس تانية، أو إنها تنطبق على أمة ملت الدنيا كلام عن الدين وألفت وأنتجت مئات الآلاف من الكتب والمحاضرات فيه؟ هل ممكن آية زي دي تنطبق على مجتمعات تعج بالمساجد والشعائر والخطب والاحتفالات الدينية؟ على ضوء ده يا أعزائي بتظهر قدامنا أهم الأفكار اللي أثارها أستاذنا الكبير علي الشرف الحمادي في مقاله التأسيس العميق، اللي هيكون قريبا بإذن الله المقال الرئيسي لعدد قادم مجلة أطفالنا اللي بتصدر عن مؤسسة رسالة السلام العالمية بعنوان الذين ضل سعيهم حين يتحول الدين من مشروع نهضة إلى طقوس جامدة. تعالوا مع بعض نحدد فين المشكلة. المشكلة في الابتعاد عن المقاصد القرآنية الكبرى مع التوهم بأننا ماشيين في الطريق الصح. عشان كده لازم نسأل السؤال الأهم والأخطر: إيه أول ما جاء القرآن الكريم لإصلاحه؟ هل جاء عشان يكرر طقوس، ولا عشان يحرر القلب لله وحده؟ المتدبر للقرآن بيكشف إن القضية المركزية اللي دارت حوالينها الرسالة الإلهية اللي أرسل بها الرسل والأنبياء كلهم توحيد العبادة، هو وحده المعبود. توحيد الولاء، هو وحده الولي. توحيد التقديس، هو وحده المقدس. توحيد المرجعية، كتابه وحده هو المرجع وهو الشرع والمنهاج. معنى ده إن الله وحده يكون هو الأعلى في القلب والعقل والوجدان. طيب، تعالوا نشوف واقع المسلمين النهاردة. هل هم كده؟ معبودهم ووليهم الله وحده، مرجعيتهم القرآن وحده؟ لو تأملنا هنلاقي ظاهرة بتستحق التوقف. كتير من الناس اللي بيطلق عليهم مسلمين بيقدسوا بشر زعم انهم صالحين وحفاظ وعلماء وشخصيات تاريخية. تقديس بيزاحم مكانة ربنا في القلوب. تقديس موزع على طول وعرض العالم الإسلامي والعربي بين الآلاف من الشخصيات عبر التاريخ: صحابة، خلفاء، أئمة مذاهب، فقهاء، أولياء، أقطاب، مشايخ، أضرحة، شخصيات دينية قديمة وحديثة. فوق كده بنلاقي مجتمعات دينية صنعت ما يشبه الطبقات الكهنوتية اللي بتمتلك سلطة روحية هائلة على أتباعها. عشان كده لازم نقف قدام السؤال القرآني الكبير: قد إيه بقي لله وحده من مساحة للتقديس في القلوب؟ ونخلي بالنا من عبارة الله وحده، لأننا هنحتاجها بعد كده ونقف عندها. الله وحده. وكمان ليه القرآن الكريم كان شديد الحساسية تجاه القضية دي بالتحديد؟ الجواب: لأنها قضية الوجود كله، الكون كله، قضية كل العصور. هي بتتعلق بمصدر الهداية، بتتكرر من بداية الخلق لقيام الساعة، وعشانها ربنا أرسل رسله وأنزل كتبه. لأن الإنسان لما بيجعل بينه وبين ربنا وسطاء مقدسين بتتحول الحياة بالتدريج من الوحي الإلهي لأقوال البشر، من النص الإلهي للأشخاص، من القرآن للتراث، من عبادة الله لعبادة التصورات البشرية عن الله. وعشان كده بينبهنا القرآن الكريم لطبيعة الصراع اللي واجه جميع الأنبياء والرسل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير.
تأملوا، الله وحده، لأن دي هي القضية كلها من البداية للنهاية. هل أنت بتعبد الله وحده ولا مع حد؟ الناس من البدايات خالص لما أرسل لهم الرسل مش معترضين على عبادة الله وذكره وشكره وكل حاجة. الاعتراض كان وظل لحد الرسول الخاتم وبعده لحد النهاردة هي عبادته وذكره وحده بس. ولو بحثته هتلاقوها كلمة محورية في القرآن كله، وحده. التاريخ الديني للبشرية ازاي كان وظل المشكلة فيه ان البشر بيضيفوا شركاء مع الله والى الله، مش انكاره سبحانه وتعالى، اضافة وسطاء، اضافة مقدسات بشرية، اضافة مرجعيات بيسموها احاديث نبوية بتنافس وبتزيح وبتزاحم مرجعية الوحي. وعشان كده قالها المشركين لهود عليه السلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هم ما رفضوش وجود الله، ما رفضوش عبادته، هم رفضوا عبادته لوحده، وإنهم يلغوا اللي ورثوه عن آبائهم عبادة الشرك مع الله عز وجل. بكده بنكون قربنا جدا من جوهر الأزمة اللي بيناقشها أستاذنا الشرفاء. الإنسان بيتمسك وبيقدس موروث وأشخاص وأحيانا أحجار وأضرحة، وهو فاكر ومتوهم إن ده هو عين الإسلام وإنه داخل الجنة بسلام. ولما تيجي تراجع اللي بيمارسوه على ضوء القرآن الكريم بتلاقيهم حرفيا مشركين، حرفيا بيكرروا كل اللي عمله المشركين اللي ربنا أرسل لهم الرسل لحد الرسول الخاتم. ما بيراجعوش اللي ورثوه عن أبائهم على ضوء كتاب ربنا. ولو قلت لهم بلاش تعبدوا أولياء، بلاش تقدسوا فقهاء ومذاهب وجماعات، بلاش مرويات وأحاديث وخلينا مع القرآن بس، كرروا نفس اللي كان بيعملوا المشركين زمان. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. آية مدهشة. شوفوا النفور مش من الله، مش من وجوده ولا من القرآن كله. النفور من فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو وحده المقدس، هو وحده المعبود، وإن القرآن يبقى هو وحده المرجع الأعلى. تعالوا نحط إيدينا دلوقتي على مكان الخطر زي ما بينه ووضحه أستاذنا المفكر الكبير علي محمد الشرف الحمادي. القرآن خلاص أعلن بكل وضوح اكتماله وكفايته، لكن في كتير جدا من الناس عاوزين مراجع تانية تديهم زي ما بيزعموا اليقين الأكتر اللي كتاب ربنا ما وفره لهمش. ربنا بيوصف المشهد والحالة دي بدقة متناهية. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هنا المعيار الله وحده، القرآن وحده، واللي يخالف فده إيمان بالباطل مش بالحق، ونهايته خسارة حتمية، أولئك هم الخاسرون. هنا خطر الوقوع تحت وصف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خطر حقيقي مش مجرد احتمال نظر، لأن الإنسان على امتداد التاريخ من النشأة للنهاردة ما بيبعدش عن طريق ربنا بإعلان تمرد كامل على الإسلام الأصلي والوحي الإلهي، لا، ده بيبعد بتراكم الموروثات المرويات فوق الأصل لحد ما يختفي الأصل تماما. عشان كده أول خطوة في الإصلاح والتصحيح والتصويب زي ما فصل أستاذنا شرفة في مشروع الإصلاح والنهوض واللي ركز عليها القرآن الكريم في غالبية آياته، وأعاد أستاذنا الشرفة طرحها كمركزية في مشروعه الإصلاحي، هو إعادة التوحيد لمركز الحياة. إنه يرجع ربنا وحده، الله وحده، لقمة التقديس بدون شركاء ولا خلفاء ولا صحابة ولا فقهاء ولا أئمة مذاهب ولا شيوخ ولا أقطاب ولا أضرحة. إنه القرآن يرجع لقمة المرجعية، لا مرويات ولا أساطير ولا خرافة ولا إسرائيليات.
وإنه يتحرر الإنسان من سلطة الأشخاص عشان ينطلق لرحابة الهداية الإلهية المباشرة. بيبدأ يا أعزائي من هنا الإصلاح، بيبدأ التحرر، بتبدأ العودة للطريق اللي أراده ربنا للناس. إذن مع الرؤية ومع السؤال اللي أثاره أستاذنا الشرفة في مقاله المهم التأسيسي، بنوصل للحقيقة إن القضية الرئيسية في القرآن الكريم واللي أرسل عشانها الرسل وأنزل عشانها الكتب، إن البشر بيحتفظوا باسم، شعارات، برموز الدين، لكن بيبتعدوا تدريجيا عن حقيقته وجوهره ومقاصده الكبرى. السؤال الحقيقي في حياتنا إذا المفروض يكون عن تحقق عبارة الله وحده من عدمه. كمان السؤال مش كام عدد المساجد ولا كام عدد الحجاج ولا عدد الصايمين ولا المعتكفين، السؤال هو كام مساحة العدل في حياتنا، كام مساحة الرحمة والسلام والحرية والشورى والعلم، كام مساحة القرآن نفسه المرجعية المركزية في تشكيل عقولنا وقراراتنا وتصرفاتنا وواقعنا. القرآن بيقدم يا أعزائي مفهوم بالغ الاتساع للعبادة، بيختلف عن التصورات الشائعة والسائدة اللي حصرت في بعض الشعائر. فالعبادة في كتاب ربنا هي حياة كاملة. العبادة في القرآن هي طريقة نظر للإنسان وللمجتمع والكون، علاقة مستمرة بالله عز وجل بتنعكس على كل حركة الإنسان بيقوم بها في الأرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شوفوا البناء القرآن المدهش. الآية بتبدأ بالعبادة وبعدها مباشرة بتتحول للإحسان، وكأن القرآن بيقول إن العبادة اللي ما بتترجمش ليه رحمة وعدل وإحسان مش هي العبادة اللي ربنا أرادها. وبعدها بينبهنا القرآن لجوانب تانية من العبادة غايبة عن كتير من الناس. مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر عبادة، الاستمتاع المشروع بنعم الله عز وجل عبادة، السير في الأرض للاستكشاف والعمران وطلب الرزق عبادة، قل سيروا في الأرض. القرآن بيجعل العمل والنضال والإنتاج والسعي في الأرض جزء أصيل من رسالة الإنسان. فالإنسان ما اتخلقش عشان يتفرج على الحياة أو يعيش متقوقع أو معزول أو متدروش ومضحوك عليه وغايب عنه الحقائق الكبرى وبيمارس طقوس ورثها عن آبائه وفاكر إنه ماشي صح وهو في الحقيقة على ضلال. لا طبعا، اتخلق عشان يكون خليفة في الأرض، يبني ويعمر ويبحث ويسافر وينقب ويكتشف ويصلح ويضيف للحضارة الإنسانية ويضيف لنفسه ولمحيطه ولوطنه. عشان كده بنفهم ليه ارتبط التكريم الإلهي دايما بالمسؤولية. فربنا كرم الإنسان بالعقل، كرمه بالوحي، كرمه بالاستخلاف وبتسخير الكون. ربنا بيقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن السؤال بقى: إيه اللي عمله الإنسان بالتكريم ده عشان يستحقه ويعمل بمقتضاه؟ هل استخدم عقله؟ هل استثمر الكون؟ هل قام بوظيفته في الاستخلاف؟ ولا انشغل بصناعة مقدسات أرضية من أشياء خلقها ربنا له وسخرها له؟ هنا بتظهر المفارقة الكبرى اللي تكشف جانب من مأساة اللي ضل سعيهم. فالإنسان اللي خلق عشان يكون سيد على الأشياء بيتحول لعبد لها. الإنسان اللي خلق عشان يستخدم الحجر بينتهي لتقديس الحجر. الإنسان اللي خلق عشان يعمر الأرض بينشغل بالخصومات والمرويات والصراعات اللي لا بتبني علم ولا بتصنع حضارة. وعشان كده جت الآيات القرآنية شديدة القسوة في وصف اللي عطلوا عقولهم وهجروا هداية ربنا في القرآن. ربنا بيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم
الغافلون. ليه؟ لأن الأنعام ربنا ما ادهاش العقل اللي اداه للإنسان، ما نزلش عليها كتاب، ما أرسلش لها رسل. أما الإنسان فكل أدوات الهداية بين إيديه، ورغم ده اختار إنه يهجرها. عشان كده ربنا بيقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وبيقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ده مش إهانة للإنسان، ده تحذير للإنسان من إنه يفقد الميزة اللي كرمه ربنا بها، ميزة العقل، ميزة التدبر والاختيار. عشان كده بنرجع للسؤال الرئيسي، هو احنا النهاردة زي ما أردنا ربنا، ولا من النموذج اللي في سورة الكهف، في آية سورة الكهف الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السؤال ده لكل إنسان عنده الشجاعة لمراجعة نفسه، والمراجعة هي أول طريق الإصلاح، مش ضعف ولا هزيمة. في الحلقة الجاية بإذن الله هنواصل تحليل ومناقشة مقال أستاذنا الشرف التأسيسي المهم مع سؤال أكثر إلحاحا وأهمية: هل نحن خير أمة؟ إلى أن نلتقي بإذن الله، دمتم في رعاية الله وسلامه، أشوفكم على خير.